ما نكذبش ما نقول تشوفوا اخيب حاجه ممكن توقع لك، اخيب حاجه يعني انت اختي البطبوط، يعني ما تنفخش لك بحال هكا وجا منفوخ بحال هكا، راه ما تيكونش ناجح، ما تيكونش محلول من الوسط. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ كي دايره الصحيحه؟ كي داير المغرب؟ البنات اللي مشاو للمغرب اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ ايوا نتمنى تكونوا بخير. كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نبدا معكم النهار كامل من الصباح حتى الليل، يعني هذا النهار هذا غيكون فيه بزاف ديال الحاجات. قلت هكا شحال ما بغيت شاركت معكم روتين منزلي او لا روتين داخل في البيت، قلت اليوم هكا نشارك معكم وحنايا مع بعضياتنا تنجمعوا شويه وتنتحتوا شويه ولو وصلت لشي حاجه مهمه غادي نقول لكم عليها وصافي. بزاف البنات قالوا لي غبرتي بزاف على القناه ما بغيتيش تحطي، والله البنات كاين شي ظروف خلوني نبعد على شويه على القناه، وان شاء الله غادي نبعد كثار. شي ما عرفتش واش نقدر نمشي في مره المهم ما عرفتش واش نقدر نحيد القناه في مره او لا غادي نغبرها واحد الايام، زعما غنغبر بزاف وعاد غادي نرجع وصافي. ملي نرجع نقول لكم السبب اللي خلاني غنغبر عليكم وصافي. المهم انا دابا هذا الفيديو نقدر يكون هذا يمكن اخر فيديو، ما عرفتش، يقدر يكون هذا اخر فيديو، يقدر نلوح من وراه شي جوج ولا ثلاثه، عاد غادي نغبر شويه ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع معكم. في حاله رجعت مرحبا بيا، ما رجعتش راه نقدر نسد القناه في مره، والله ما عرفت البنات لحقاش عندي شي حوايج مبرزطيني بزاف وقلت صافي غنحيد القناه وهذه وصافي. حاليا انا باقا متردده وباقا ما عرفتش اشنو غادي ندير، نقدر نغبر ولكن ما نحيدهاش او لا العكس، ما عرفتش. المهم البنات كنتمنى اليوم يعجبكم الفيديو وما تنساوش لايك تعليق باش الفيديو يطلع شويه. كما قلت لكم اليوم غندير نبدا معكم الصباح من الصباح، يعني ديت ولادي للمدرسه، ماشي للمدرسه خرجتهم من الباص ديال المدرسه ورجعت للدار كنشارك معكم. شوفوا راه باقي الظلام، كيبان لكم التصوير داكشي مظلم، ماشي باقي الظلام، الضبابه ديال الصباح، يعني ما كاينش داك الشمس اللي كي هكا كتكون مضويه الدار كيجي التصوير زوين. المهم راه مع الصباح قلت لكم ملي خرجت وليداتي للباص قلت غادي نجي نصور معكم. الصراحه انا راه ماشي كيما كنكون زعما غير كندي ولادي كنجي نجمع الدار ولا كنشقى. اليوم حيت غادي نصور معكم تياخذ لي التصوير وقت، وكان عندي واحد الموعد قلت غادي زعما نصور معكم باش ما نرجعش ننعس. بما وصل الوقت ديال الموعد غنمشي للموعد ديالي ونرجع نكمل معكم التصوير. اما في الايامات العاديه كندي ولادي المدرسه كنرجع ندير شي قهوه كنتفرج شويه حتى كيجيني نعس وكنرجع نعس، باش ما نكذبش عليكم ونقول لكم الفياق بكري مهم ونوريكم الطريقه كيفاش تفيقوا مع الصباح وكيفاش روتين الاستيقاظ مع 6 ديال الصباح ما كاينش هذاك الشيء. انا اكبر نعاسه خصوصا النعاس ديال الصباح، انا راه ماشي كنصبح ناعسه حتى ل 12 ولكن كنعس شويه وصافي، ماشي من داك النوع اللي غادي نوض نجمع الدار مع 6 الصباح ولا 7 الصباح ما شكون جاي عندي. يعني كناخذ وقتي في اي حاجه، المهم الدار ديما نقيه، الوقت اللي نط راه كنقضي وكنقي الدار وكل شيء، يعني ماشي بالضروري خصني نفيق مع 6 الصباح باش داري تكون نقيه. انا بعدا كنشوف شي فيديوهات نقول سعداتكم سعدات النشاط ديالكم كتنوضوا مع 6 الصباح باش تجمعوا الدار وتصوروا ما فهمتش، ما عرفتش واش هذاك طبعهم يعني ديما ولا غير حيت كيصوروا، ما عرفتش. المهم ما عرفتش انا زعما الروتين ديالي ديال كل نهار كندي ولادي نخرجهم المدرسه كنجي كندير قهوه كنشعل التلفازه كنبقى نتفرج شويه حتى كنحس براسي بحال عينيا غيتسدوا، كنعس كنفيق مع 10 ونص كل مره معاش. فهمتوا؟ كان عندي شي غرض ما كنرجعش الناس، يعني كنحاول ما ننعش، كنمشي نقضي غراضي، عندي شي خرجه، عندي شي ابوينتمنت، عندي شي حاجه كنمشي كنقضي شغلي ما كنرجعش الناس. في الايامات العاديه كنرجع الناس. صافي كما كتشوفوا جمعت الفوق جمعت لتحت هكا، مسحت الكراسه شويه، مسحت الطبله حقاش كنت صباح حالته مع الوليدات. صافي قلت غندير قهوه. صراحه ولفت نشرب قهوه قبل الفطور، يعني قهوه مع الصباح. جمعتو
قبيله جمعته قبل ما نمشي نصايب القهوه. هادو طويتهم هما باش كيتغطاو، غادي نطلعهم من الفوق حتى نشري شي هكا دوك اللي بحال السلات ديال القصب تيجيو زوينين هكا، نبقى نحط فيهم هادو باش يبقاو يتغطاو في الليل تيبغيو يتغطاو، وكنجبد ليهم هاد جوج بحال كوفرليات صغار. المهم دابا طويتهم غنطلعهم. دابا غادي نفطر ومن بعد عاد غادي نمسح الزاج كما كتشوفوا. كانت واحد الايامات الشتاء وبقى داك بحال دوك النقاطي كما كتشوفوا على برا. من الداخل راني مسحتهم، ولكن باش يبانوا زعما نقيين خاصهم ضروري يتمسحوا على برا. قلت هكا حتى نشرب قهوه نتفرج شويه، نشعل التلفازه نبقى نتفرج شويه، عاد غادي نخرج غادي نمسحهم من برا. دابا باقي الحال، باقي لي خصني نمسح حتى هادي. ولدي كيبقى يتفرج هنا كما كتشوفوا كلها كيطليها لا هي لا التلفازه. المهم غادي نمسح هذيك البلاصه لحقاش ولدي تيجلس يتفرج وكاع تيعمر هذيك الزاجه، ونمسح التلفازه وغنمسح هنا هادشي اللي بقى لي صراحه. والجفاف غادي نجفف، وبقات لي الكوزينه. المهم الدار كلها جمعتها، بقات لي غير الكوزينه صافي نجفف ونمسح الزاج. دابا غنبرك نفطر باقي الحال. اصلا اليوم ما رجعتش نعست، فاش ما كنرجعش نعس صراحه كيقدني الوقت يقدك، وحتى كتقضي شغلك على خاطرك. المهم البنات كما قلت لكم اليوم راه ما رجعتش نعس لحقاش تابعني واحد الغرض بغيت نمشي نقضيه. قلت بلا ما نرجع نعس، قلت في بلاصه ما يوصل لي داك الموعد ديالي نجمع الدار وداكشي ونصور معكم، ومن بعد مني نمشي ونرجع راه غادي نعاود نكمل معكم. المهم نشرب القهوه ديالي، غنشعل ندير المسلسل اللي متبعه، واحد المسلسل تركي. دابا تشوفوا معايا ديال المدينه وقيلا القديمه ولا الصغيره. المهم انا نشعل التلفازه وغنوري لكم البنات المدينه البعيده، قلت لكم المدينه القديمه. المهم زوين. دابا نوريكم صراحه كتبديتو شحال هادي وحبستو، ماشي بزاف ولكن المهم كتبديتو وحبستو. القهوه ديالي بردات وانا باقا نصور لكم. التصوير الصراحه راه كيضيع لك شحال من حاجه زوينه، كيضيع لك الخرجه. مثلا كنتي خارجه وكنتي كتصوري ما كتحسيش بها. دابا القهوه شوف بردات عاد غنشربها. الله شحال كتعجبني القهوه مني كتكون سخونه، كتحمقني القهوه تكون سخونه. المهم بقيت كنصور لكم البردات شويه ولكن باقا شاده السخونيه. هو صاحب حق باراضي قلبي، هو جنى على حاله. لك عائلة أنبورا بتعمل شو ما بدها. شاهين ما لازم يعرف بالاسم. لازم يعرف. شبك تشوفوا اخيب حاجه ممكن توقع ليك، اخيب حاجه يعني هادشي تعصبني انا بحال هكا. المهم البنات كنت كنحيد في الماعن كنديرهم في البلاكار، كل حاجه كنرجعها لبلاصتها باش ندير هاد الماعن هادو اللي مازال ما تغسلوش. شفتوا باش ندير هاد الماعن يتغسلوا كنحيد في هادو. هاد المسخوط ديال البراده الصقع هذا كان محطوط هنا بحال هكا. مع غادي نهز طباصل بديت كنرجع لفوق البلاكار وهو يتقلب، عرفتي يتقلب كلشي عمر. عرفتي ما تخيلوش لتحت، تخشى لتحت هنا في الجنب الحيط، كلشي دابا طلع. خصني نقيها ونحاول نحيد الماعن اللي ما وصلش ليهم، وما باقي غنخليهم ونزيد عليهم هادو. هذه اللي قال لك زرب تعطل. ايوا شوف قلت صافي ساليت هاد الصقع هذا خرج عليا، قلت صافي ساليت بقى لي غير الماعن غنبدا ندير في الغدا. شوفوا على حاله، شوفوا جاب الله مازال ما جففتش. الدار نقيه، شفتوا الدار نقيه. وقلت غادي نعاود نجفف حيت كل نهار كنجفف. قلت نسالي الماعن نديرهم يتغسلوا نصب الغدا يطيب ونبدا نجفف ندوز. شوفوا على حاله الجميع حيد ليا هادشي. شوف يا لطيف. المهم نقي هنا ونرجع لكم، ما عندي ما ندير، قدر الله وما شاء فعل. يعني مكتابه مشكله كي تخشى هنا تتخسر الماكينه. شفتوا المهم غنحاول نقي نحيد بعد هادشي اللي في الماكينه ونجمع اللي في الارض عاد نجفف في الاخر. بنات مسحت شويه جمعت حتى ندير الماعن يتغسلوا، من بعد غادي ندير واحد الجفيفه تكون زعما مزيانه. دابا غير مسحت هنا الجناب، مسحت البلاكار،
الارض حتى هي مسحتها. المهم مسحت شويه بعدا نقيت، حيد الزبل، حاولت نمسح حتى لداخل، حيت هاد الشبكه ومسحت لداخل لحقاش طلع شويه لتحت. صافي المواعن اللي نقيين رجعتهم، اللي ما نقيينش غنعاود نرجعهم هنا وصافي. دابا غادي نعمر الماكينه ونكمل معاكم. المهم البنات كملت كما كتشوفوا، جمعت الكوزينه، جمعت الروينه. بالنسبه لهذه الخيط هذا غير ديال هذه الاضاءه، ندير لكم بها الاضاءه. كما كتشوفوا هذه العجانه راه ما كنخليهاش هنا، كنحيدها كنرجع البلاكار. عندي واحد البلاكار خاص غير ديال داكشي بحال هكا الماكينات وداك تخربق داكشي الكبير بحال ماكينه العصير، ديك الكوكوط ديال الضو كبيره كندير فيه العجانه. بالنسبه كنخلي غير هاد الاير فراير لحقاش كنحتاجها بزاف، كنبغي نسخن بها الخبز، المهم كتحتاج بزاف. صافي كما كتشوفوا خويت هنا باش نبدا نشارك معكم. غادي نشارك معكم المسمن ديال الشحمه، وغادي نجبد الكوكوط الكبيره باش ندير التقليه دغيا، غادي نصب التقليه دغيا طيب صافي وغادي نكمل معكم. المهم هاد المواعن هنا بانوا لي قلال، درت المواعن اللي كانوا تما درتهم هنا بانوا لي قلال، خليت يتجمعوا عليهم هادو اللي غنخدم بهم دابا. عاد غنشعل على الماكينه وصافي. صافي بالنسبه للجفاف غنخلي حتى نسالي كلشي، نسالي الغدا ونسالي كلشي. المهم راه مسحت غير داكشي اللي تخوا قبيله وصافي، غادي نخلي حتى الاخر صافي. وغادي نجفف الدار كامله، يعني راه كل نهار كتجفف راه نقيه، ولكن ضروري من نجففها كامله. صافي كما قلت لكم غنمشي نجيب الكوكوط غنحطها هنا. هاد العجانه هادي راه ما تنحطهاش هنا، كنحط شبكه ديال المواعن. شي مرات ملي تيكونوا عندي المواعن بزاف وخصني نغسلهم كندير تما شبكه ديال المواعن، ملي كيكونوا قلال وداكشي كنجمعها. صراحه شبكه ديال المواعن كنحتاجها الا كانت عندي شي حاجه بغا نصايب شي حاجه وكيتجمعوا عليا المواعن صافي. اما في الايام العاديه ما كنحطهاش، حيت الكوزينه صغيره ما كنحاول ما نكثرش. واخا عندي المواعن بزاف ما نكذبش، ما نقول زعما راه شاريه داكشي المهم، عندي كثرة المواعن، ولكن كنحاول ما نحطش كلشي خاشيه في البلاكارات. صافي دابا البنات غادي نكمل معاكم باش ما يجيش الفيديو طويل. بدون ما أعرفك أنا وياكي بنفس الطرف وعدونا واحد. يعني انت عم تقولي اذا وقعتي بالبحر تمسكي بالحب مهم؟ شر صدقيني إنك بتضيعي هيك يا غزالة. جيهان ما رح يسحب الشكوى، مشان إذا كان في عندك أمل. بس جبت حلم بشكل. شو شفت يا روحي؟ قلي. في ناس اجرام كانوا عم يرموا امي بالبير. انت اختي البطبوط يعني ما تنفخش لك بحال هكا وجا منفوخ بحال هكا، راه ما تيكونش ناجح، ما تيكونش محلول من الوسط. كما كتشوفوا ما شاء الله ما شاء الله يجي البطبوط غزال ما شاء الله، كله كيتنفخ، ما كاينش شي وحده ما كتنفخش، كله بحال غير هو تتحمر. تعجبني نحمر البطبوط مزيان ما نخليش خضر. شوفوا ما شاء الله. انا غادي نحل لكم وحده راه كله هكاك، راه درت تقريبا شي 10 البطبوطات اللي درت. المهم هما 3 هنا و3 هنا هما 6، واللي طيبين تقريبا شي 4 طيبتهم. المهم غادي نوريكم من بعد كيفاش كيكون البطبوط يعني مزيناتو ما شاء الله ورطب. شوفوا البنات هانتوما شوفوا بحال السفنج، يعني راه ماشي قاصح ولا شي حاجه، كيجي رطب. هانتوما البنات ما شاء الله شوفوا من الداخل كيفاش كيكون بلاتي. هانتوما ما شاء الله. هنا البنات اول حاجه غادي ندير قبل ما غادي نعجن العجينه ديال المسمن، اول حاجه غادي ندير هي غادي نقطع البصله والفلفله، ونديروا الفلفله الوان. البصله ما غنديرش هادو، غندير 3 هادي بغيتها لحاجه اخرى، ندير الكفته وندير حاجه اخرى. غادي نحتاج غير 3 البصلات هادي غنديرها لوحده لحاجه اخرى يعني. وحاجه اخرى عندي درت 2 فلفلات حمرين، وحده صفراء ليمونيه وحده خضراء. لا نتوما ديروا الفلفله والبصله على حساب الكميه اللي بغيتو ديروا ديال المسمن. انا كندير كميه كثيره وكيبقى عندي كل مره كنسخن ونحط، كنكون مهنيه. دابا ملي لقيت شحمه صافي ما كاين غير المسمن بالشحمه والله غننسى المسمن العادي.
المهم البنات دابا غادي نقطع بطبيعه الحال في هذه القطعه. هذه هي المساند الرسمي ديالي الصراحه اللي كتنفعني كتهنيني. غنبدا نقطع ونكمل ونرجع لكم. المهم البصله ما تنقطعوهاش كبيره، نقطعوها صغيره ورقيقه، ماشي غنديروا هذه قد هكا باش نقطعوا. هذه انا تنقطعها على 3، نقطعها على 3 ولا 4 باش تقطع ليا. حيت الا درتوها غليظه مثلا كندير بحال هكا، شفتوا؟ الا درتوها غليظه غتهرس لكم. هذه تديروها شويه متوسطه ولا صغيره ديروها. المهم نتوما ديروا الحشوه على قدر شحال غديروا ديال المسمن. كما قلت لكم انا كندير كميه كبيره. الا بغيتو ديروا كميه صغيره كديروا غير بصله وحده فلفله وحده مثلا. دابا غندوز باش نقطع الفلفله. المهم دابا غندير زيت العود واحد شويه، ما نكثروش. معلقه ديال التحميره، معلقه ديال البزار مع مراش. غادي ندير السودانيه نص معلقه صغيره، وغادي نديروا الملحه واحد المعلقه مع مراش، اولا ديروا معلقه تذوقوا في الاخر. بالنسبه للربيع والشحمه حتى يطيب هذا الشيء عاد غادي نضيفهم. نخلط كل شيء وغادي نديرهم يطيب. لا خاصه شي حاجه راه غنزيدها من بعد ما كيدخلهم الطياب. المهم بغيتو طيبوا البصله عاد تزيدوا الفلفله تقدروا. كاين اللي كيطحنهم مزيان رق من هكا وكيديرهم خضرين. انا الصراحه ما تنبغيهمش خضرين، تنبغيهم طيبين طيبين شويه. كما كتشوفوا البنات راه تقدروا تزيدوا التحميره، ما تزيدوا السودانيه، ويمكن تزيدوا على حساب اللون اللي بغيتو نتوما. تقدروا ديروا حتى الخرقوم البلدي الا بغيتو. البنات هانتوما شوفوا، تقدروا ديروا هذا، تقدروا هانتوما بغيتو ديروا الخرقوم ديروه، ما بغيتو ما ديروش. اولا تقدروا ديروا في بلاصه هذا الخرقوم عرق، الخرقوم البلدي يعني. غنديروا شويه، ما غاديش نكثر، شويه شويه بقى ليا الربيع غنضيفو، وغادي نضيف حتى الشحمه غادي نحكها. شوفوا هنا الشحمه غير طحنتها في الهاشوار الصراحه ما حكيتهاش مع جامده، عصباتني بقات كتديرني في يدي وانا نطحنها هنا في الهاشوار غير طحنات. شفتوا في هنا كما كتشوفوا. تقدروا ديروا غير معلقه وحده ديال الشحمه نتوما والاختيار ديالكم. انا صراحه كيعجبني مسمن يكون نيت فيه الشحمه. المهم انا درت واحد 2 طروفه ديال الشحمه صغار. المهم نحيد هذه بالمعلقه ونرجع لكم. شفتوا انا درت تقريبا واحد 2 طروفه صغار طحنتهم. شوفوا كيطحنوا زوينين صراحه. دابا غنزيد الربيع على البصله وداكشي. ودابا غادي نزيد هذه هي اخر حاجه وكنطفي. ما خصنيش نطيبها مزيان لحقاش هي دغيا كتذوب غير السخونيه ديال البصله والفلفله، ومن بعد غنطيبها في المسمن. صافي دابا غادي نزيد الربيع كما كتشوفوا ناقصه البوطه. شوفي ناقصه احد زعما اقصى درجه، ادنى درجه. المهم راه ناقصه البوطه مزيان باش البصله طيب على خاطرها، لا من نزربوها تحرق لينا. شوفوا بالنسبه للزيت ما تكثروش الزيت لحقاش غنضيفوا الشحمه راه هي غتطلق داك الليدان ديالها. من بعد غادي نضيف الشحمه وغادي نطفي لحقاش الشحمه دغيا كتذوب، يعني ما نحتاجوش نبقاو نطيبوا فيها، كتطلق دغيا داك الليدان ديالها صافي وكتذوب. بالنسبه لي انا راه كل واحد كيتشهى ليا. ولادي درت لهم كفته لحقاش ما غيبغوش ليا التقليه. طيبت حتى واحد شويه ديال الكبده في داك المقله الاخرى الصغيره. صافي دابا هنا كما كتشوفوا غادي ندوز باش نشارك معكم الطريقه ديال المسمن اللي سهله. بالنسبه للعجينه البنات كديروه على حساب نتوما شحال دايرين ديال الحشوه. انا كندير عيني ميزاني ديما الدقيق تنغلبوا على الفينو او على السميده الرقيقه.
نتوما اللي بغيتو ديروه ديروه. ندير انا تقريبا واحد 600 غرام ديال الدقيق. شفتوا؟ دابا غادي نزيد الفينو. تقدروا ديروا السميده اللي بغيتو، تقدروا ديروا غير الفورص بوحدو، انا كيعجبني هكا نخلط. غندير تقريبا واحد 2 كيسان ديال الفينو، راه كندير عيني ميزان صافي. دابا غادي نضيف الملحه، نضيف شويه ديال الملحه، نضيف النص ديال هاد الخماره، ما نديرهاش كامله صافي. كندير غير النص. بغيتو ما ديروهاش وكان الجو سخون تقدروا ما ديروهاش، بغيتو ديروا واحد شويه ديال الملحه، ديال ماشي الملحه، بغيتو ديروا واحد شويه ديال خميره الدار تقدروا. انا من بعد كنجمع العجينه بالماء ما يكونش سخون، يكون داك دافي بحال اللي كنصايبوا به البغرير قريب للبروده، اولا بارد عادي من الروبين. ما كنديروهاش جاريه بحال العجينه اللي كنورقوا، يعني كنديروها شويه قابطه راسها وكنديروها في بلاستيكه ومن بعد عاد كنخدموا بها. شغال وغادي نرجع ليها. شفتوا كيفاش كتكون صافي. دابا غندهنها بالزيت باش ما تلصقش ليا في البلاستيكه. كتشوفوا من بعد ما درتها في هاد البلاستيكه غادي نخليها واحد تقريبا نص ساعه. بغيتو تخليوها واحد ربع ساعه وتخدموا بها خدموا، ولكن قد ما خليتو العجين اقل شيء هي نص ساعه باش كتجيكم زوينه حتى في المسمن العادي، ماشي غير في هذا. تقدروا الطريقه ديروها حتى في المسمن العادي. صافي غادي نخليه هنا وغادي نمشي نقضي شغالي ونرجع لكم من بعد. انا كنشكل الكويرات صافي وكنحطهم، ونبقى ناخذ الزيت وكنشكل الكويرات صافي بهذا الشكل هذا صافي. من بعد ما كنكور العجين كنخليها ترتاح، كنغطيها وكنخليها شويه. بالنسبه لهاد الزيت البنات درت فيه واحد 3 المعالق ديال التحميره اولا البابريكا، خليته تقريبا شي ساعه وهكا مرطباهم، يعني درت تحميره وكبيت عليها كاس ديال الزيت وخليتها حتى ديك التحميره نزلات لتحت في القاع ديال الزلافه، عاد صفيتها يعني باش داك التخت يبقى لتحت. كتخليوها تقريبا واحد الساعه. وهنا البنات كتسديت على التقليه، درت فيها كل شيء من بعد ما غسلتها، درت تحميره، المهم كاع جميع التوابل درتهم وسديت عليها. من بعد ما شفتها طابت زدت ليها الزيتون والحامض مصير صافي، وكنخليها حتى كتنشف بحال هكا كما كتشوفوا. انا طفيت عليها صافي. دابا غنرجع لكم باش نشارك معكم المسمن. بالنسبه للمسمن البنات غادي نوريكم واحد الطريقه اللي زوينه باش ما تقدروش تدوبلو، يعني ديروا جوج ديال وحده في وحده. من الاحسن كديروا هاد الطريقه باش ما ديروش وحده في وحده، تجي العجينه شويه غليظه وثقيله، فكطويو العجين بهذا الشكل هذا. نتوما شوفوا ركزوا معايا، كطويو هاد الجهه، كنديروش الاخرى اللي بحالها، كنديروا العكس الجهه الاخرى، وكندير بين كل طويه وطويه كندير شويه ديال الحشوه. هاد الطريقه سهله وزوينه بزاف، يعني ما كتحتاجوش ديروا جوج مسمنات في بعضهم، وما كتحتاجوش يعني تقبليكم، يعني بلا ما تقبليكم العجينه كديروا العكس ديال الثنيات. نتوما غنعاود معكم واحده اخرى باش تفهموا مزيان كما كتشوفوا. المهم كنسرحوا العجين، كنديروا الحشوه في العجين كامله، كنطويو بحال غنصيبوا المسمن عادي، وفي الاخر كنعاودوا نطويو بالعكس، كنعاودوا نطويو بالنص وكنعاودوا نديروا الحشوه وكنعاودوا نطويو بهذا الشكل هذا. الطريقه سهله بزاف وما كتحتاجوش ديروا مسمنه في مسمنه، ما كتقطع لكم لا العجين لا حتى حاجه، وكتجي زوينه بزاف. وكيجي العماره داك الحشوه كتجي في المسمن كامل ماشي غير في جهه واحده. صافي كناخذ المقله ديالي اولا هاد البلانشه هادي صافي كنبدا نطيب. طيب ساهل، كنرش شويه ديال الزيت اللي كنتوجد كما كتشوفوا، هو باش كنقرص، هو اللي كندير هكا في المقله صافي كنقرص، وكنبقى كل مره نقلب على الجهه الاخرى حتى كطيب.
بالنسبه لهاد البلانشه البنات راه زوينه بزاف، البنات خداوها وعجباتهم، وشي بنات قالوا لي ما كتسخنش او لا ما فهمتش، المهم يكون فيها شي مشكل. هذه راه خديتها انا غير ب 12 دولار كليرانس، كانوا دايرين ليها 25 24 او لا 25، وانا خديتها ب 12 دولار كليرانس، وفايته خايده وحده غلا منها ب 40 دولار، وهذه صدقت لي احسن من هذيك الاولى صراحه. ما تطفاش هذه، الاخرى كانت كطفى، هذه ما كطفاش حاليا، والله عمرها ما طفات، ديما كتبقى شاعله حتى كنكمل الخبز او المسمن او الحرشه كنطيب فيها كل شيء. بالنسبه للمسمن كتحمرو كيجي بحال المسمن بحال مطيب في المقله، يعني كتحمر كل شيء. ومن نهار شريتها كنطيب بها حتى البطبوط كيصدق ليا فيها زوين. في حاله خديتو هاد البلانشه او لا لقيتوها ما تسخنش رجعوها عاودوا بدلوها، تقدر يكون شي مشكل من الشركه، عاودوا رجعوها، راه تقدروا ترجعوها وتقدروا تغيروها. المهم البنات انا صراحه عجباتني بزاف، وان شاء الله مع الوقت حتى لما بقاتش كتخدم ولا داكشي غنعاود نشري بحالها نيت، لحقاش حتى من الحرشه صايبتها ليا زوينه، المسمن كلشي كنطيب فيها كلشي، وبالاخص البطبوط. انا مني طيبت لي البطبوط مزيان راه صافي عرفتها غادي تصدق في كلشي. المسمن العادي كندير فيه نطيب فيها الرزيزه كلشي البنات كنديروا فيها صراحه زوينه. بالنسبه للمسمن البنات كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف. المهم البنات خديت هاد البواطات هادو كما كتشوفوا، خديتهم بدولار تقريبا، خديتهم 99 سنت مع طاكس دولار. خلوا البنات قال لي ما تتحسبيش الفاصله وما تتحسبيش تحسبيش الطاكس، ديما 9 عندي الفاصله ناقصه. المهم خديت هادو هكا على شكل بيضه، صحابي مهرسه، خديت هادو على شكل بيضه، وخديت هادو على شكل هاد الارنبات كيدار فيها الكاندي صراحه زوينين. شفتوا دابا غادي نعمرهم، غسلتهم ومسحتهم، دابا غادي نعمرهم. المهم البنات دابا غادي نعمرهم، ندير فيهم الكاندي. شفتوا هادو دابا درت فيهم هكا كيكون حتى ما كنتش ياخذوا داكشي. بغيت تحطهم لينا باش كل نهار دير لينا حاجات. هانتوما هذه غندير فيها شكل اخر. خديتها البنات حتى هاد غنصايبها دابا هاد الكيك هذه خديتها بدولار. يلا غنصايبها دابا هادو. وهذه هكا كون داكشي منظم ومرتب فيما يبغيو تتجبدي هكا تحلي وتعطيهم. دابا هذا غندخلها للبلاكار بحال هكا. هاد الكيك هذا هو اللي شريت جاهز اللي وريتكم، خلطته مع البيض والحليب صافي ودرتو يطيب، يعني كيكون جاهز. وبالنسبه لهاد الكريسات مره اخرى ان شاء الله نحط لكم الطريقه، لحقاش الفيديو غيجي طويل بزاف، وشاركت معكم الوصفه ديال المسمن، بغيت نبقى نشارك معكم بزاف كاع الوصفات، يعني الفيديو غيجي طويل بزاف. المهم هنا عمرت اتاي كما كتعرفوا، ضروري من اتاي في الغداء في العشيه في اي وقت. المهم راه معروفه، انا معروفه في العائله في كلشي كنموت على اتاي، يعني انا ديما عندي اتاي، ولو نشرب القهوه خصني من وراه نشرب اتاي، كنخلط كلشي. المهم البنات حطيت الكريسات، حطيت المسمان، حطيت كاع داكشي اللي صايبت حطيته. المهم انا ما كنديرش العشاء قليل، فين كندير العشاء قليل، يعني لما كانش الغداء زعما تغدينا شي غدا زوين تندير العشاء، كندير شي حاجه هكا بحال الكفته بحال المهم شي حاجه بسيطه، ماشي زعما غندير شي حاجه اللي بحال الحريره مع البريوات وداكشي.
اما الاكثريه ما كنديرش العشاء، كندير هكا كسكروط صافي منه عشاء منه كلشي وصافي. هادشي اللي كاين. المهم هنا عمرت اتاي، بلاتي يقولي كثرت السكر. هاد البراده درتي 5 المعالق، هذوك المعالق راه ماشي كبار بزاف كما كتشوفوا، راه يعني متوسطين. يلا كيجيو فيه 5 المعالق، الا درت قل فكيجي مسوس بزاف. المهم هادي الكيك اللي صايبت كتباع جاهزه، خديتها بدولار من تارجت. شاركت معكم في الاول داك لومبالاج ديالها هكا زعما باش تعدي وصافي. يعني ما كاينش محسن من هكا تصايبي الكيكه بوحدك كتجي احسن، ولكن حتى هذه هكا مهم قاضيه الغرض. المهم حيت خديتها مع هذاك الشيء اللي كنت خديت كليرانس وقلت غنجربها. بالحق فيها القرفه ما عجباتش ولادي. المهم كليتها غير انا، كليت منها شويه وراجلي وصافي. المهم الكريسات حتى من بعد هادو بلديين، دوك اللي تيكونوا ماشي لداخل قطنيين، هادو دوك البلديين. وعندي حتى الطريقه الاخرى اللي كيجيو هكا كيجيو بحال قطنيين هكا فيهم الباب لداخل. بالحق انا هادو كيجوني احسن، تيجوني بنان. المهم تنعاود نشاركهم معكم. هذا المسمى نعاود سخنته صافي. وهنا غادي نحط كسكروط ديالنا منه، في كسكروط منه عشاء منه كلشي. المهم قلت لكم انا ما قليل فين كندير العشاء، بحال هكا بيتزا ولا شي حاجه. المهم ما كنديرش طاجين ولا بحال داكشي في العشاء، ما كياكلو حتى واحد الا اللي كانت شي حاجه خفيفه صافي. من بعد غادي ندير المسلسل الجديد اللي بديته على غفله، وقالت نتوما راه متبعينه. وبغيت نقول لكم كنوصل لاخر الفيديو، كنتمنى يعجبكم وبسلامه عليكم. صح لي فيها كلشي، ما نزيدكش عليها دقيقه واحده. الدراري قال لك كلشي. باقا لك 4 دقائق و37 ثانيه. غدوي ولا ما غدويش؟ جبت لك انا في برنامج ديال التسوال. ماشي شغلي. شرح لي غتشرح. قولي انت شنو بغيتي نشرح لك. شرح لي هادشي اللي انا وياك انا فيه شنو هو.